السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى الموضوع ده يهمنا كلنا، كبير وصغير، ست وراجل، كل الناس. القايمة القايمة ومشاكل القايمة اليومين دول. الدنيا مقلوبة على موضوع القايمة، وما تتكتبش وما تتعملش. ليه؟ طبعا كلنا قرينا المنشورات اللي بتنزل، وكلنا عرفنا المواضيع اللي حصلت. إنما ليه 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 الموضوع دوت عامل ضجة كبيرة؟ ليه الموضوع ده كلنا نتكلم فيه؟ ليه الموضوع ده يهمنا كلنا؟ لأن الفترة اللي احنا فيها دي كل المشاكل اللي موجودة الأسرية بسبب كلمة القايمة. زوج مسجون، وزوج مش عارف يشوف أولاده، وزوج وزوج وزوج، كل دوت بسبب كلمة القايمة. بسبب كلمة القايمة. القايمة دي أذى. بس مش معنى كلامنا إن القايمة ما تتكتبش، ومش معنى الكلام إن القايمة اتلغت. لأ، الحوار كله في جزئية إن الواحد مثلا بيتعمل له محضر إن هو تبديد. يعني إيه تبديد؟ تبديد يعني ضيع الأمانة اللي عنده. تبديد يعني ضيع الأمانة اللي عنده. طيب، لذلك القايمة ديت كده يبقى هي زيها زي وصل أمانة بالظبط. زي وصل أمانة، زي واحد شايل حاجة عند حد وضيعها، بس كاتب ورقة بالكلام ده، كاتب وصل أمانة، كاتب اعتراف إن هو خد الحاجة ديت. فهو الموضوع القايمة نفسه زيها زي وصل الأمانة بالظبط. فليه أنت كده بتتحاسب على حاجة انت جايبها اصلا من فلوسك ان هي امانة عندك؟ ليه تتحاسب بحاجة انت اساسا جايبها بفلوسك ان هي امانة عندك، ولو حصلت اي حاجة تتحسب عليك؟ هو الموضوع كله في كده. الموضوع كله في كده ان القايمة تتكتب بالحاجات اللي جات، الحاجات اللي جابتها الزوجة وبس. مفيش حاجة تانية تتكتب. ليه؟ حقها وحاجتها وتعبهم وشقاهم اللي هم تعبوا فيه وجابوه، اللي هم صرفوا عليه وجابوه. انما جزئية ان هو يكتب الحاجة اللي هو جابها واللي هي جابتها، وفي الاخر تيجي هي تشتكيه، وهي اللي استخدمت، وهي اللي عملت، وهي اللي بوظت الحاجة، كل دوت يعني هي شريكة فيه. ما هي الزوجة الفترة اللي قعدتها إن شاء الله حتى لو شهر، هي اللي كسرت الكوبايات، وهي اللي كسرت العفش، وهي بالمشاكل اللي بيعملوها. فتيجي في الآخر تقول له تبديد العفش، تبديد حاجتي؟ لأ، هي ملهاش غير حاجة اللي جابتها. فالموضوع ده يا جماعة موضوع مهم جدا، ولازم يعني نحطه في الاعتبار. اكتب الحاجة اللي انت جبتيها. في ناس تجيب الحاجة مثلا ب1000 وتكتبها 500. ليه؟ ما تكتبيها زي ما ربنا قال. يعني كل حاجة بتمنها يا جماعة، كل حاجة بتمنها. احنا مش بندافع عن الزوج عشان خاطر نضيع حق الزوجة والكلام ده، لأ، احنا مش بنعمل كده. احنا بنقول انه هو مسؤول عن الحاجة اللي هي جابتها، عشان يا جماعة يوم ما يحصل في الأمور أمور يبقى يعرف يرد الحاجة اللي هو استلمها، أو يعرف يعوضها. إنما جزئية إن هو يروح يبقى عليه أوضة نوم وأنتريه ويجوي اللي هي جابته واللي هو جابه، وبقى إيه كلمة القايمة دي بس مجرد ما هي موجودة بيتعمل بها يجي مليون محضر. ما اعرفش، محاضر كتير قوي، محضر نفقة ومحضر تبديل ومحضر سرقة، حاجات كتير كده يعني صعبة جدا على أي حد، صعبة. فالموضوع يا جماعة لازم يتحط في الاعتبار إن دوت يعني أذية.
فهو الحوار كله في جزئية ان انت بتاخدي حاجة ملكيش حق فيها، مش بتاعتك. الحاجات ديت هي اللي انت جبتيها بس. فهو نعرف من كده ان موضوع القايمة دوت عبارة عن وصل امانة. موضوع القايمة ده عبارة عن وصل امانة، لا هو من الشرع ولا هو من الدين ولا اي حاجة من الحاجات دي. الشرع عمره ما بيأذي حد، ولا بيأذي عروسة، ولا بيأذي عريس، ولا بيأذي أولادهم. ما ينفعش. فالموضوع يا جماعة لازم يتحط في الاعتبار من كل الأهل. وبرضه لازم تعرف انت هتدي بنتك لمين، وانت تعرف ان انت هتدي ابنك لمين. ما هو البنت والولد التربية برضه، ولازم تعرفوا هم أصلهم ايه وفصلهم ايه، عشان ما يحصلش المشاكل اللي احنا بنشوفها، ويحصل اللي احنا اساسا بنقلق منه. يعني انا كده قلت اللي يرضي ربنا، والكلام ده كله انا ما قلتوش الا بعد ما شفت الناس اللي بتعرف وبتفهم وتقول، اذا كان شيوخ واذا كان ناس علماء. فالواحد يعني كان عايز ينبه بس. واخر كلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.